حبيبتي، ازيكم يا مرات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا فكره كده على السريع. طبعا بتمنى ان انتوا تشتركوا طبعا في القناه. هنا عندي فكره. ابص الدرج بتاعي المطبخ. طبعا عندي المطبخ قديم، مهما نضفتيه هو خلاص، يعني عارفه هو محتاج يبيان وكده، بس مش وقته. فجاتني الفكرة، قلت ان انا اشاركها معاكم. انت هنا ممكن تعمليه باي، يعني اي مفرش يكون جلد او اي مفرش. حتى لو كيس بلاستيك، هوريكي تعمليه ازاي وهيكون ثابت كويس. انا عندي هنا كيس. انا صراحه كنت عاملاه، كنت مسجله الفيديو قبل دوت وكان اسود، فكانت الكاميرا يعني الفيديو ما كانش هيبان قوي فكرته. فانا جبت كيس هنا اصفر. هنا طبعا هو هيبقى قصير شويه على قد درج. انا هعمل له وصله بالطريقه دي كده. طيب انا هخليه يثبت ازاي. عندي هنا غيره اوكي. ده بيبقى عندي في البيت على طول، بيبقى زي الملح، بيستخدمه في حاجات كتيره. عارفه حتى يعني انت ممكن تجيبي الصغيره. انا جبت هنا الربع وبتقعد معاكي فتره طويله، بتستخدميها في اي حاجه. طيب هعمل ايه؟ هبتدي ان انا هجيب. بصي انا حطيت هنا على كل الحروف من هنا كده في النص كده، وحطيت هنا حته كده في النص، وهبتدي ان انا احطه على الدرج. على فكره ما تقلقيش من الغيره الابيض دوت، هو بيبقى حلو عامه مع الخشب. حتى لو انت عايزه تدهنيه، هو انت كده كده بتاخدي الحاجات اللي هي البايظه منه بتلقطيها بالغيره ده على فكره. هبصي بالشكل ده كده. بصي هتقدري ان انت هيثبت معاكي مجرد ما هينشف. تمام. وهيبقى ده شكل. تقدري تعملي الفكره دي في اي درج معاكي، على فكره هتبقى حلوه قوي. وهتجدد معاكي المطبخ. طبعا انت لو عندك مفارش او حاجه تانية، انا بس اتكلمت في حته ان في غلا، ان انت تتصرفي باي شكل كان عندك وباي وسيله عندك، يعني ان احنا ما نغلبش. شكرا لكم للمتابعه.